السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متابعيني في كل مكان. أنا النهاردة دي الجزء الثاني من المقلمة. احنا كنا وصلنا في الجزء الأولاني ل10 سطور، فاحنا دلوقتي وقفنا عند ان احنا هنعمل اللي هتبات فيها اللي هي السوستة. الخطوة اللي بعد كده هنعمله المكان اللي هنبيت فيه السوستة، او معنى اصح هنعمله مكان نخيط فيه السوستة. هنعمل ايه؟ هننزل هنلف الشغل كده، وهننزل هنا بين كل غرستين، بين كل غرزة يعني بين كل غرزة اخد فيها غرزة حشو كده، غرزة حشو من كل غرزة كده اخد فيها غرزة حشو. تمام. طبعا انا باخد غرزة حشو، تمام، بين كل غرزة باخد غرزة حشو. طبعا ده يبقى ليها مكانها هنا، تمام كده غرزة حشو. هنا غرزة برضو غرزة حشو، دي بقى غرزة حشو. طبعا لو قسنا المكان ده هنلاقي نفسنا وصلنا عند بالظبط الحافة بتاعتها. هنعمل ايه؟ هنلف الشغل كده، تمام، بلف الشغل واخد في الغرزة الخلفية غرزة حشو، بتبقى اشتغل على الغرزة الخلفية. غرزة حشو اطلع كده غرزة حشو. طبعا هنا العدد هنا هيكون نص العدد ده. احنا هنا عملنا 6 سطور، فهنا هنعمل 3 سطور، وهنا هنعمل 3 سطور. عشان يبقى المجموع 6. ماشي كده غرزة حشو. انا طبعا شغالة كل غرزة حشو في الغرزة الايه الغرزة الخلفية. تمام. بصي انا كده شغالة غرزة حشو في الغرزة الخلفية. الغرزة الخلفية شغالة فيها غرزة حشو. تمام. هي بصي انا شغالة كده في الغرزة الخلفية كلها غرزة حشو، هتبقى كده. تمام. شايفة كده اهي كده، هعملها لك كده هتبقى كده. طبعا هنقفل دي لما نشتغل 3 سطور، هتيجي هنا هنقفل دي، طبعا هنخيطها. تمام. هتبقى كده، وهنعمله السوستة هنا اهو. طبعا السوستة هتبقى كده. تمام.
فهنشتغل لحد ما نوصل برضو نفس هنا لحد هنا، لحد ما نوصل هنا مقاسة بالظبط غرزة خلفية. هنرتفع 3 سطور، وبعد كده لما نيجي نرجع للمكان ده نرجع مع بعضينا نعمله سوا. ماشي، ورجعنا تاني. بصي انا انا اشتغلت لحد هنا نفس يعني نفس المسافة او نفس الغرزة وقفت عليها السطر. بس في حاجة بقى عايزة الفت نظركم ليها. لو انت اشتغلتي من هنا الغرزة الامامية الخلفية وانت راجعة تاني، هيطلع المكان اللي هتبيتي فيه بقية الثلث ده هيطلع من الناحية التانية. فنعمل ايه؟ احنا اشتغلنا من هنا الخلفية، واحنا راجعين هنشتغل الامامية عشان يطلع المكان فوق بعض. انما لو اشتغلتي خلفية هيطلع من هنا. يعني بصي هوريها لك. لو اشتغلت خلفية مثلا، بصي هتلاقي المكان طالع منين. اوريكي بس ايه وانا بشتغل خلفية عشان ايه تقدري تستوعبي انا بقول ايه. بصي طالعة بقى منين. بصي طالعة كده. مش هينفع طبعا تعمليها كده، مش هينفع تعمليها كده. فهتلاقي المكان اللي هيتبيت فيه اتنقل الناحية التانية. اهي بصي شايفاها كده هتلاقيه اتنقل الناحية التانية. انما واحنا راجعين بقى نشتغل ايه الامامية كده اهو. نشتغل ايه الغرزة الامامية عشان يبقى نفس المكان اللي احنا ارتفعنا بيه عشان نعمله عليه السوستة. بصي وانا بشتغل الامامية بتلاقي السطور ارتفعت مع بعض كده. تمام. انما لو اشتغلت الخلفية هتلاقي نفسك الناحية رجعت من ورا من الخلف. يعني انا بعملها كده الناحية الامامية وانا راجعة، طبعا الخلفية وانا رايحة والامامية وانا راجعة. هتلاقي طبعا دي عملت كده. ماشي، بصي اهي عملت كده ودي بقت كده اهو، هيتخيطوا ايه مع بعض. انا طبعا بعمل وانا رايحة وانا راجعة الغرزة الامامية وانا رايحة الغرزة الخلفية. تمام. هي هتبقى كده المقلمة هتبقى كده. هقرب لك الكاميرا. هتبقى كده ودي هتتخيط هنا اهو. تمام. هنعمل ايه بقى؟
هنشتغل لحد هنا الغرزة الأمامية، واحنا راجعين هنشتغل الغرزة الخلفية وبقى ده تالت سطر معانا. نخلصهم ونرجع لبعض. كده انا خلصت الناحية دي، فبعمل ايه؟ بقطع الخيط تمام، بروح على الناحية التانية بروح كده على الناحية التانية وامسك الخيط كده وابتدي من هنا وثبت الخيط كده واعمل غرزة عشان اثبت الخيط. اعمل ايه؟ طبعا انا هاخد الخيط اللي معايا الزيادة ده واخش برضه هشتغل غرزة حشو هنا، ماشي، وهعمل نفس اللي عملته الناحية اللي فاتت، هشتغل في كل غرزة حشو. كل غرزة اشتغل فيها غرزة حشو. طبعا باخد الخيط معايا زيادة، اشتغل برضو غرزة حشو كده، برضو غرزة حشو تمام. كده برضو هنقيس المقاس كده عشان نبقى متأكدين، هو طبعا المفروض بالعدد بس احنا عشان نبقى متأكدين ان احنا المقاس بتاعنا بالظبط تمام. اهو كده انا وصلت العدد بالظبط اهو كده العدد بتاعنا بالظبط كده تمام. هعمل ايه؟ هلف الشغل كده تمام، وهاخد في الغرزة الأمامية الخلفية تاني غرزة حشو وابدأ اشتغل على الغرزة الأمامية سوري الخلفية غرزة حشو تمام. كده بشتغل على الخلفية كله غرزة حشو لحد ما نوصل لإيه؟
للناحية التانية. تمام، نوصل للناحية التانية لحد ما نوصل للناحية اللي قصادها بالظبط. ماشي، للناحية ايه اللي قصادها بالظبط. نبدأ نشتغل. انا كده بخش طبعا باخد الناحية الخلفية. تمام، بس وانا راجعة هنعمل زي الناحية اللي فاتت، وانا راجعة باخد الناحية الامامية، وانا رايحة تاني باخد الناحية الخلفية لحد ما نوصل ل3 سطور عشان يبقوا المقاس بالظبط كده. وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعد كده. نخلص ال3 سطور بتوعنا، نخلص ال3 سطور بتوعنا ونرجع لبعضينا. ماشي، ونشوف هنعمل ايه سوا. ورجعنا تاني بعد ما خلصنا ال3 سطور. احنا كده خلصناهم وعملنا المكان اللي هتبيت فيه السوستة. كده احنا المفروض هي بتقفل كده اهو، وطبعا بنقفلها بنخيط دي هنا كده اهو كده اهو. بصي، وبنخيطوا دي كده اهو وبنقفلهم مع بعض. بس انا مش هقدر اعملها كده دلوقتي لان احنا لسه قدامنا لسه حاجات تانية في المقلمة ما خلصتش. لسه احنا هنعمل الناحية اللي هنا، هنعمل صف تاني زي دوا، ناحية من هنا وناحية من هنا، انا هعملها ب3 سوست. فانتظروني في الجزء الثالث ان شاء الله من المقلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.